سوف نتعرف في هذا الجزء على شرائط الأدوات Toolbars. وتوجد شرائط الأدوات أسفل شريط القوائم Menu Bar. والوضع الافتراضي للبرنامج هو وجود شريط الأدوات القياسي Standard Toolbar وشريط أدوات التنسيق Formatting Toolbar في سطر واحد أسفل شريط القوائم Menu Bar. وتحتوي هذه الشرائط على رموز Icons لتنفيذ الأوامر المختلفة، والتي يمكننا تنفيذها أيضا من خلال القوائم المنفصلة التي نراها في شريط القوائم. ويحتوي شريط الأدوات القياسي Standard Toolbar على رموز لتنفيذ معظم الأوامر شائعة الاستخدام في البرنامج، مثل الأمر New لإنشاء مستند جديد، والأمر Open لفتح مستند موجود بالفعل، والأمر Save لحفظ الملفات، وأمر الطباعة Print، والعديد من الأوامر الأخرى. ويحتوي شريط الأدوات Formatting على رموز الأوامر الخاصة بتنسيق الكتابات، مثل نوع الخط Font، وحجم الخط Size، وأسلوب الخط Font Style سواء كان خط سميك Bold أو مائل Italic، وكذلك أوامر المحاذاة Align، والعديد من الأوامر الأخرى التي سوف نتعرف عليها تباعا. وعند وضع المؤشر فوق أي من هذه الرموز سوف تظهر رسالة توضيحية Tooltip توضح اسم هذا الأمر. وسوف نتعرف على جميع هذه الأوامر في الأجزاء القادمة أثناء العمل بالبرنامج. ويمكننا تعديل شرائط الأدوات بالشكل الذي نريده، بحيث يحتوي شريط الأدوات على الأوامر التي نحتاج إليها فقط أثناء العمل. ويمكننا إضافة أو حذف المفاتيح من شريط الأدوات بالضغط على مفتاح Toolbar Option على يمين شريط الأدوات، فتظهر قائمة خيارات شرائط الأدوات. وباختيار اسم شريط الأدوات من القائمة الفرعية Add or Remove Buttons سوف تظهر قائمة بأسماء جميع المفاتيح الموجودة في هذا الشريط. وكما نرى فإن جميع الأوامر في حالة اختيار، أي أنها ظاهرة في شريط الأدوات. وبالضغط بالمؤشر على أي من هذه الأوامر سوف يختفي الرمز الخاص به من شريط الأدوات. وسوف نلاحظ اختفاء مربع الاختيار والعلامة صح بجوار اسم الأمر، مما يدل على أن هذا الأمر غير ظاهر في شريط الأدوات. وباختيار Customize يظهر المربع الحواري Customize. ومن لوحة المتغيرات Toolbars يمكننا اختيار شرائط الأدوات التي نريد إظهارها في واجهة البرنامج، وذلك بالضغط بالمؤشر في مربع الاختيار الموجود بجوار اسم شريط الأدوات. فيظهر الشريط الذي قمنا باختياره داخل نافذة البرنامج مباشرة. كما يمكننا عرض كل شريط من هذه الشرائط في سطر مستقل لكي تظهر جميع الأوامر التي يحتويها هذا الشريط. فنضغط على مفتاح Toolbar Options ونختار Show Buttons on Two Rows، أو نفتح القائمة المنفصلة Tools ونختار Customize، ونفتح لوحة المتغيرات Options، ونشغل الاختيار Show Standard and Formatting Toolbar on Two Rows، ثم نضغط Close للخروج من المربع الحواري. فنلاحظ ظهور كل من شريط الأدوات Standard وشريط الأدوات Formatting في سطر مستقل. ونرى هنا أسفل شرائط الأدوات شريط العنوان Name Box وشريط المعادلات Formula Bar، حيث يظهر اسم الخلية الموجود بها المؤشر حاليا في الخانة Name Box على يسار الشريط. فمثلا إذا ضغطنا بالمؤشر داخل هذه الخلية يظهر الاسم E5 في الخانة Name Box، ويعبر اسم الخلية عن موضعها في الصفحة، وهو الصف الخامس في العمود E. وعند إدخال أي بيانات في هذه الخلية سوف تظهر هذه البيانات في شريط المعادلات Formula Bar، حيث يستخدم هذا الشريط لإضافة وعرض المعادلات المستخدمة أو بيانات الخلية الحالية. وسوف نتعرف على طرق كتابة المعادلات تفصيليا في الأجزاء القادمة.